بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة العبد الحائر المحتاج الذي ضج من كل ضيق وحرج ولجأ إلى باب الكريم ففتحت له أبواب الفرج وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه إن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات الإلهية فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وارزقنا النظر إلى جماله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ساعة مع نور. قناة ساعة مع نور قناة شاملة مميزة تشمل السياسة والترفيه والدين وكل ما يخص المجتمع وأخبار عاجلة، وقناة تعتمد في فيديوهات الرئيسية على فيديوهات مميزة للدكتور مبروك عطية وللشيخ رمضان عبد المعز والدكتورة نادية عمارة والدكتورة سعاد صالح والدكتور توفيق عكاشة والمستشار مرتضى منصور وفيديوهات لأسامة منير والدكتورة هبة وفي فيديوهات مفاجأة هتعرفوها أول ما تنزل على القناة. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. زر الجرس ده مهم انكم تفعلوه عشان يجيلكم اشعار بالفيديوهات اللي بتنزل على القناة، واتمنى دعمكم وشكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، زي ما تعودنا بنعلق على الفيديو الأول وبعد كده بنشوف الفيديو بالكامل. الفيديو ده صادم ومحزن جدا
وجرس انذار ان ناخد بالنا من ولادنا. المتصلة بتقول للدكتورة نادية عمارة ان اخوها الوحيد بيمارس الزنا مع بنت لمدة 5 سنوات، واسفرت هذه العلاقة الآثمة ان البنت دي حامل. بتقول ان كناش نعرف، وكان بيجيب البنت دي عندنا في البيت عشان كنا بره. وبتقول ان اخوها مصر ان يتزوج البنت اللي مارس معاها الزنا، واحنا كأهل معترضين عليها، يعني تحفظ اخلاقي عليها، بس هو مصر يتجوزها. نعمل ايه؟ وعايزنا نروح نتقدم ليها. طبعا الدكتورة نادية عمارة ردت بغضب شديد على سؤال المتصلة، وهتعرفوا ليه. انا ليا تعقيب. الموضوع غلط من اوله، ومن حق الاهل ان يفرحوا بابنهم ان يتجوز جوازة عدلة من بنت محترمة، بس الولد غلطان والبنت غلطانة. ويرجع ده للاهل التربية. لو البنت دي اتربت على الحلال والحرام والولد ده اتربى على الحلال والحرام، ما كانش ارتكبوا جريمة الزنا، عافانا الله. انا بقول ليه بقى لازم الاهل يوافقوا على الجواز من البنت دي، عشان الجنين اللي ملوش ذنب ده، اللي لو ابنهم ما اتجوزش البنت ده هيعتبر ابن، يعني جنين من الزنا، سواء ابن او بنت، انا معرفش يعني جنين نوعه ايه. فمهم من باب الستر، لان الولد غلطان والبنت غلطانة، الواد ده الاخ ده لازم يتجوز البنت دي. انا عارف احساس الاهل ان من حق ابنهم يتجوز بنت واحدة يعني تستأمن على عرضه وشرفه ويكون عندها اخلاق، بس الولد غلط غلطة كبيرة مع البنت، زنا 5 سنين وفي جنين. فانا من رأيي من باب الستر ومن باب تصليح خطأ هذا الشاب ان يتجوز هذه الفتاة، يمكن ربنا يهديهم هما الاتنين، عشان شكل الشاب يعني بيحاول يعمل اللي في دماغه، والبنت بتحاول تعمل في، يمكن ربنا يهديهم، او الشاب ده يتجوز الفتاة دي جوازة مؤقتة قد ما تيجي، يعني قد يجي المولود او المولودة دي وينتسب اليه وعايز يطلقها، او يكون الزوجة دي ربنا هداها فيكمل معاها. تعالوا نشوف الفيديو بالكامل. شكرا لحسن المتابعة، انتظر تعليقاتكم على هذا الفيديو، ومتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يساركوا كل فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ نادية، بعد اذن حضرتك، احنا عندنا مشكلة في البيت كبيرة اوي مقرقانا كلنا، وربنا يجازيكي خير لو رديتي عليا عشان هتحللنا مشكلة. أسأل الله التيسير بفضل ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله التيسير. احنا عندنا اخ وحيد في البيت، وكان على علاقة ببنت لمدة 5 سنين. العلاقة دي بعد ما احنا البنت طبعا يعني احنا مش موافقين بيها، يعني حاجات معينة يعني ربنا يهديها. بس العلاقة دي اتنادت ووصلت لدرجة ان البنت بقت حامل، وهي عذراء زي ما هي على حسب كلامه وكلامها. بس احنا طبعا، والبنت دخلت بيتنا كذا مرة واحنا مسافرين، وعرفنا طبعا ده الكلام ده منها هي ومنه هو، اللي فعلا دخلت البيت عندنا.
عندنا البيت طبعا محدش موافق على السلوك بتاعها، ولا موافق ان هي تتجوز اخوها وترتبط بيه اساسا، وهو متمسك بيها. وهو اخوك يا ست نادية مش غلطان؟ ما هو غلطان كمان، يعني ما نبصش على سلوكها وسايبين سلوك ابننا، يعني لازم يكون عنده انصاف. اتفضلي يا ست نادية معاكي. فاحنا مشكلتنا في البيت دلوقتي ان هو عايز يتجوزها، بس احنا عندنا في البيت يعني الناس نفسها مش قابله ان هو انتوا ما تدخلوش بقى نفسكوا زياده عن اللزوم اكتر من كده يا ست نادية. هو عايزنا يا دكتورة نادية ان احنا لا، ما لازم بقى يتجوزها، ما هو مش ياخد بنات الناس يضحك عليهم. اقعد انا بقى اقول البنت اصلها مش كويسة واصلها مش عارف كذا، وانا برضو ابن اخويا مش كويس. اذا كانت هي مش كويسة وهو كمان مش كويس معذرة يعني. لا، هما تجرأ الاتنين على حدود الله. كما هي تجرأت ربما هو أغراها، ربما هي أغرته. الحقيقة هما الاتنين أعلم بيه. وانتهينا للتعسف مع هذا الشاب، ربما اختار حد مش كويس. لكن لما نلاقي الامور تحتدم الى هذه الصورة يا ست نادية ما نوصلهاش للمرحلة دي، ان يبقى فيه حمل عن طريق يعني السفاح بهذه الصورة. يعني ما كنتش احب ان احنا نوصل الامور لكده، وهو يتحمل اختياره. طيب وهو يتحمل. طالب مننا يا دكتورة معلش بعد اذن حضرتك، هو طالب مننا دلوقتي ان احنا نروح نخطبها له رسمي. احنا مش ما هو انتوا يا ست نادية. طيب قولي لي سؤالك مرة واحدة عشان ما اطولش عليك. نسمع كلامه فعلا ونروح نخطبها ماشي معاه. وتاني حاجة ان احنا نساعده بفلوس ولا ما نساعدوش، نديله شقة ما عندنا ولا ما نديلوش. هو ده بس السؤال. وفعلا احنا مش قادرين نكمل في الجواز، بس احنا قلنا له عايز يتجوزها خلاص يعني، بس مع نفسه يعني. بقى مش هينفع بقى مع نفسه، واحنا تعسفنا معاه من الاول. حتى لو البنت بقى يعني الوضع دلوقتي فيه تضييع حقوق، هو ضيع حقوقها وهي شاركت بذلك. الله اعلم بقى الحقيقة فين، لكن احنا في الحالة اللي احنا فيها. ودايما انا بنصح الاباء والامهات بكده، بلاش نحط نفسنا في وضع ما يبقاش عندنا خيارات تانية بعد ما كان الامر اصلا في ايدينا. ربما احنا جبناها لو البنت صدقت، لو احنا كنا شايفين انها وضعها يعني. طبعا المفترض انه الانسان في الاصل ينتخب ويختار للذرية بتاعته. اما بقى وهو خلاص يعني قفل دماغه على انه لازم يتزوج بفلانة، واحنا شفنا ده، ما نخليش المرحلة توصل لكده. يبقى في حمل بطريقة غلط، والنوع من كتر الضغط عليكم من ناحية، وهي كمان الوضع بتاعها بهذه الصورة الخاطئة من الاتنين. إذا أنا شفت إنها مقصرة فهو كذلك مقصر زيها تمام، وأمام الله الاتنين سواء في المعصية.
مش عشان هو يعني ولد هو مفضل عنها وهي أنثى هي أقل منه، لا، هما الاتنين غلطانين. طب احنا في الحالة دي وفي وضع شائك بهذه الصورة لابد أن من أفسد شيئا فعليه إصلاحه كما ورد في الأثر، عليه أن يصلح ما أفسد وأن يتزوج هذه الفتاة، وأنه ندعو الله سبحانه وتعالى بقى أن يصلح حالهم، ونعين بقى على صلاح الحال. بلاش خلاص هو ارتكب هذا الجرم وجب عليه أن يصلح ما أفسد ويتزوج بقى. تروحوا بقى انتوا تخطبوها، تشوفوا انتوا تعملوا اموركم ازاي معاه، تسووا اموركم ازاي معاه. موضوع الشقة نديله ايه، ممكن انتوا تشوفوا بقى الوضع بتاعه، هل هياخدها ايجار، هل دي حقه مثلا ميراث له. الامور دي بقى تسووها فيما بينكم بشكل قانوني منظم، نستشير حد استشاري قانوني في ذلك الامر، ما نعسفش عليه اكتر من كده عشان ما يروحش ينحرف اكتر من كده. واضح انه بيعمل اللي في دماغه، فخلي الامور برضو تبقى تحت المظلة بتاعتنا. اكيد اي ام عايزة انه لابنها زوجة كريمة، وعايزة من اسرة طيبة، وعايزة ما يكونش فيه انفلات اخلاقي. لكن لو انا بتهم انه الطرف التاني فيه كده، انا ابني برضو فيه كده. ابني راح ارتكب هذه الجريمة وخلاها او وقع في هذا الجرم، جرم الزنا، واصبح هناك طفل في جنين، يعني ارتكب جرما وقام بهذه الجريمة مش هي لوحدها، وهو شاركها في ذلك. فليه هشوف ان هو احنا عايزين له، احنا مش موافقين على الجوازة دي خالص، واحنا مش عارفين كذا. هو وهي غلطانين، وكنا نتمنى لو انه اختار واحسن الاختيار، وكنا نتمنى لو الفتاة كانت حافظت على نفسها ولم تقع في جريمة الزنا. لكن هذا ما أراه، والله تعالى أعلى وأعلم.